يا مجيب الدعاء يا متم الرجاء أسألك بالذي يا إلهي نزل. اهلا وسهلا، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ نتمنى يا ربي تكون احوالكم كلها طيبه، اموركم تمام. اليوم فيديو جديد، هذا ماشي روتين، هذا فقط واحد البودكاست في شويه تكون فضفضه بيني وبينكم، هكا نتحاوروا نهضروا يا اختي ونتناقشوا ويكون واحد الحوار بيناتنا. فانا خليت لكم واحد البوست وجاوبتكم على بزاف ديال الكيسيون تمايا، وقلت اجي ندير فيديو. ماشي ضروري كل مره ندير روتين، ولكن نخرج شويه من المألوف، وهذا تقريبا غيكون شبه العنوان ديال هذا الفيديو ان شاء الله. نخرج شويه من المألوف ونهضروا في بزاف ديال المواضيع باش هكا نكونوا كنجبدوا كل شيء. لان في الروتين مثلا ملي كنهضر لكم، سواء كانت صلاه الفجر، صلاه الضحى، غديوه، ولا كانت شي خرجه، ولا كانت مثلا وصفه، فكل بلاصه كنوريها لكم كنحاول انني نهضر لكم عليها. فما يمكنش بعض المرات نقدر موضوع ما يمكنش نطول فيه وانا كنبين لكم مثلا غير وصفه وكذا. دونك قلت نبقى مره ندير لكم دي بودكاست باش هكا يبقاو غير محدوده في الوقت ديالهم، ونهضروا ونتناقشوا، وديك الساعه يعني بقاو فيديوهات زوينين، فهمتوني؟ فقبل ما نبدا نقول لكم عاوتاني الله يحفظكم ليا، اللي خطيكم عليا، لي ميساج زوينه اللي كتوصلني هما بحد ذاتهم تشجيعات ليا، اللهم لك الحمد. الكلام الطيب اللي كيجي، جبر الخواطر اللي كديروا ليا، زعما شكرا، الله يفرحكم والله يعطيكم نتوما داكشي اللي كتمناو يا ربي لاي واحد. ان ما شاء الله كميه الحب اللي كنشوف، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال، اللهم بارك. كنحس بانني انا كنعطيكم شي حاجه من القلب، والحمد لله كتوصل لكم القلب نيشان. فاش كنحط فيديو كنشوف البنات كيسولوا مثلا، وحده كتجاوب الاخرى، كنشوف النصائح، كنشوف داك الحمد لله، داك يعني التناسق. الحمد لله ما كاينش شي حد كتقول شي وحده شي كلمه اولا الحمد لله، حتى لما انا كنحاول تقريبا كنجاوب على لي ميساج كاملين، يعني اي حاجه وصلتني الحمد لله. واخا ولاو كيجيوني لي ميساج كثير، ولكن كنقول لا، نلقى شي وقيته نجاوب كل شيء. يعني كنحاول نجاوبكم كلكم، وكنحاول نوفي زعما نعطيكم حقكم في اي حاجه. فلا خطيكم عليا، وشكرا لاي وحده كتاخذ من وقتها وكتخلي لي ميساج، شكرا من القلب. وتقريبا لي كومونتير اللي كيوصلوني راه وليت حافظه حافظه الاسماء ديالكم ما شاء الله. فالمهم الفيديو ديال اليوم او ديال البودكاست ديال اليوم غيكون على الموضوع اللي شفتو من العنوان، فعلى بركه الله نبداو. المهم انا غنحاول ما هذا الفيديو هذا جاني على غفله كما تنقولوا، ما خططتش ليه، ما درتش في بالي غنهضر فيه، ولكن قلت بما انني عندي الفكره فنطبقها. حنا دابا ملي كنقولوا خاصنا نبداو ديك الساعه، ما نعطيوش راسنا اعذار، ما نعطيوش راسنا واحد الوقيته محدده، لا، نبدا في الوقت اللي انا حاسه براسي قادره نبدا. ماشي ننتظر واحد النهار، واحد الشهر، 2 3 الخميس، هاد الشهر الجاي، لا، نبداو سوغ بلاص. داكشي انا اللي درت، قلت جاتني الفكره فاجي نهضر ديك الساعه ونقول شنو انا كنحس به، ونقول الموضوع اللي بغيت نهضر فيه بدون مقدمات. لان هذا الموضوع هذا سبق لي دويت فيه، ولكن مزيان كل مره حنا مازال كنتعلموا، مازال في الحياه كل نهار كنتعلموا شي درس. دونك حنا ديما في مرحله تعلم، ولكن ضروري كناخذوا استفاده، ضروري كنطبقوها في حياتنا، ضروري كنستثمروا داكشي اللي تعلمنا، باش هكا ما كيبقاش غير مخزن في الراس، ولكن تيخرج، ومن طون كناخذوا فائده من عند الناس، كنستنتجوا بزاف د الحاجات في حياتنا. حنا في الدنيا كل واحد فينا باغي يتغير، وكل واحد فينا علاش كيطمح، وكل واحد فينا علاش كيخدم باش يوصل. ولكن واش التغيير اللي كنتغير انا واش كيبان ليا كيعطي نتيجه ولا لا؟ وشنو هما الخطوات اللي كندير باش نوصل لديك النتيجه؟ وقبل انا ما نتغير خاصني ندوز من بزاف ديال الحوايج بيني وبين راسي عاد ندير ديك الخطوه. اول حاجه بعدا اللي نقدر نقول لكم انا حن التغيير كل واحد كيفاش غيشرحه، ولكن نعطيكم المنظور الخاص، وانتم تقدروا تعاونوني في الكومونتير ان شاء الله. اول حاجه ملي غادي نبغي نتغير، اولا هو اخلاص النيه لله عز وجل. كيف ما كان داك التغيير، باغي نتغير من ناحيه الماديات، من ناحيه المعنويات، النفسيه، الجسمانيه، باغي نتغير في الخدمه ديالي، في الوظيفه، في اي حاجه، خاص اول حاجه إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. نتوجه الله سبحانه وتعالى بالدعاء وبالإلحاح لله عز وجل أن يرزقني الإخلاص في القول والعمل، لأن التغيير شي حاجة اللي زوينة بزاف، ولكن داك التغيير واش غيكون إيجابي ولا يكون سلبي؟ حيت مثلا كيكون واحد الإنسان شخص عادي، نعطيكم غير مثال بسيط باش نشرح لكم، ولكن مثلا كيطمح أنه يدير الفلوس وأنه يكون عنده واحد الراتب، ولكن داك الشخص واش كيطمح يدير الفلوس عنده ليهم شي أهداف أنه غيديرهم، مثلا نكون مزيان، نعاون الناس دارين بيا، نعاون لونطوراج ديالي، نعاون شي حد، نبني مسجد، ندير واش دوك الفلوس الا كانوا عنده واش غيمشي في هذا الاتجاه ولا غيمشي لاتجاه واحد اخر؟ يعني دوك الفلوس غيخسرهم غير في السفريات والخروج، ما كاينش شي حاجه مفيده في دوك الفلوس، يعني كيمشيو في لا شيء، فهادو بحد ذاتهم حاجه سلبيه. فاول حاجه نديرها هو تكون عندي النيه خالصه لوجه الله سبحانه وتعالى، ان داك العمل اللي غادي ندير او داك التغيير يكون لله عز وجل، هي الاولى. وديما يكون الدعاء ديالنا لقول النبي عليه الصلاه والسلام: اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم، واستغفرك لما لا اعلمه.
يعني ما يكونش داك التغيير فيه رياء وفي واحد تعجرف على الناس ونولي شخص خايب. لا، نطمحوا ان التغيير يكون ايجابي ويكون خالص لوجه الله عز وجل. حاجه ثانيه، اول خطوه نحو التغيير هي الادراك ان ديك الحاجه اللي غنتغير عليها او على ودها نكون عارفها، نكون مدرك انا علاش باغي نتغير. مثلا باغي نتغير، مثلا انسان ما كيصليش باغي يولي يصلي، انسان مثلا كيدير واحد العاده سيئه باغي يحيدها. يعني مدرك للشيء اللي باغي نتغير على قبله. واحد الانسان مثلا ما تيقراش، كيحس راسو غادي في الطريق اللي ماشي هي ديك، يحاول يغير راسو ويعطي راسو واحد الفرصه انه مثلا اخر السنه يجيب واحد النقط اللي مزيانه تخليه مثلا يكون متفوق. يعني التغيير يكون عنده واحد السبب، ياك. حاجه ثانيه اولا الثالثه هي نتقبل هذاك التغيير، حيت كاينين بعض الناس ما كيتقبلوش داك التغيير، كيكون باغي يتغير ولكن ملي كيشوف راسو داك التغيير مسلكوش كيحبس. يعني انا خاص نعرف علاش باغي نتغير ونتقبل هذاك التغيير اللي باغي ندير، واخا في الاول غيجينا صعيب ولكن نتقبل. يعني كاين الادراك وكاين القبول. هي في الاول ماشي سهله انك تغير، وماشي سهله كلمه ديال التغيير، لان باش غادي نجي نتغير راه كلمه كبيره، ولكن اذا بسطناها وحللناها وعطينا كل حاجه حقها غيجينا ساهل. ان واحد الانسان مثلا مدمن مخدرات مثلا على سبيل المثال، هذاك الشخص واش غيجي ما بين ليله ونهار يقطع ديك الحاجه؟ راه مستحيل. ولكن لا، الا هو باغي وفهم ان ديك الحاجه اللي كيديرها اولا مضره بالصحه ديالو، اولا بعدا ما كترضيش الله سبحانه وتعالى، ثاني حاجه مضره بالصحه ديالو، وفهمها وتقبلها وبغى يغير من نفسه اولا باش يرضي الله ويغير صحته، راه غيبدا يتقبل ديك الحاجه وغيبقى شويه بشويه. كان كيدير واحد 4 ولا 5 في النهار غيولي يدير 3، غيولي يدير 2 1 حتى غيبدا ينقص ديك الكميه اللي كيدير. هو في الاول لازم تقبل نفسك وتفهمها، جلس بينك وبين راسك، عرف شنو العيوب ديالك شنو المميزات ديالك، ولكن بلا كذوب، انك كتكون بينك وبين راسك، ماشي تبقى تبين لراسك انك راك انت مزيان او راك انت خايب. لا، ما تجلدش راسك وما ما تشكرش راسك بزاف. قول الحوايج اللي كتحس بهم انت بالنسبه لك مزيانين فيك، والحوايج اللي فيهم اللي فيك خايبين، شنو باغي تبدل ومناش باغي تحسن او تطور. ملي كنقولوا مثلا انا نتقبل راسي، راه ما كاينش انك مثلا تربي يديك وتقول صافي انا هكا غنبقى هكا. لا، هذه ماشي حاجه مزيانه، ولكن هذه غير الخطوه الاولى باش تعرف شنو ممكن تغير، شنو انت باغي تغير. فهكا كيبدا التغيير، كيبدا شويه شويه. اما نجيو نتغير انا في واحد الوقيته محدده راه ما يمكنش. ولكن ملي غادي نبغي نتغير ما نقولش بلاتي حتى واحد الوقيته ونتغير، لا، غير تجيك الفكره في راسك حاول تطبقها. لا تنتظر الوقت المناسب باش تبدا، بدا دابا، لان ما كاينش وقت مناسب باش تبدا. لان العقل ديالنا ملي كيولف التاجيل فكيولي يجي صعيب انه يتقبل شي حاجه، حيت بحال غتخربق ليه البارامتر ديالو، غتخرجوا من منطقه الراحه ديالو، وغيولي عقلك فيما تبغي تغير غيبدا يجيب لك شي افكار وغالبا غتكون سلبيه. مثلا غتبغي تقول انا من اليوم ان شاء الله غنبدا نفيق صلاه الفجر، اش غيقول لك هويا؟ ودابا انت غتفيق ودابا نشوف شحال في الساعه 12 هذه باقي ما نعستيش وغتفيق مع الخمسة، خليك حتى الغدا. تبقى تقول انت بصح حتى دابا اليوم الخميس خلي حتى اثنين ونبدا. نحاولوا كاملين نحيدوا من راسنا اننا نبداو في بدايه السنه، بدايه الشهر، بدايه الاسبوع. بدا في الوقت اللي انت فيه دابا، وعطي راسك فرصه ولو مره في حياتك. قول اجي نبدا دابا، طاحت لي فكره في راسي اجي نطبقها كما بغات تكون، نفشل فيها ننجح فيها، المهم نبدا ونعرف راسي شنو الحاجه اللي خلاتني ما نوصلش وشنو الحاجه اللي خلاتني نوصل. ولكن ضروري ملي كتبدا سبحان الله في ديك الوقيته كيبدا يبان لك الباب، واخا تفشل ماشي مشكل، فشل المره الاولى، المره الثانيه، المره العاشره، ولكن ما تستسلمش. هادشي كيبان الناس صعيب، شو الفعل ساهل، هادشي كيبان صعيب، ولكن الا نويتي التغيير راه ربي كيعاونك. كيف ما قلت لكم يكون تغيير فيما يرضي الله، راه ربي كيعاونك. هذه فكره عجبتني بزاف، اولا مقوله عجبتني بزاف. ماشي ضروري تكون مستعد باش تبدا، ولكن بدا باش تكون مستعد انك تواجه داكشي اللي جاي عندك. هذه حاجه زوينه بزاف. ودابا بعد ما فهمنا الموضوع وخلصنا النيه الله سبحانه وتعالى، وفهمنا اننا حنا عندنا واحد المشكل وباغي نتغيروا على قبله، فهمنا وتقبلنا كل شيء. دابا غادي نجيو لواحد المرحله اللي هي زوينه بزاف، كيفاش نكتب الاهداف وكيفاش نحققها. يعني كما قلت لكم انا عندي هدف باغا نحققه، اول حاجه غنبدا بها غنبدا بالتحقيق، اللي هو غندير خطه غنتبعها باش نوصل للهدف ديالي. شحال زوينه، كتبان فنه واضحه ولكن الخدمه خاصه واحد الخطه. اولا حط لك اهداف واضحه عقلانيه قابل انها تتحقق في واحد المده معينه. مثلا انا غنقول باغا نتعلم واحد اللغه، غنقول مثلا من هنا مثلا شهر 6 انا ما غاديش نستريسي راسي بواحد المده معينه، ولكن غنقول مثلا نعطي راسي واحد 6 شهور نحاول نعرف اساسيات، نعرف الفوكابولير، نعرف الجرامر، نعرف نكون جمله، نعرف ندير ديلي روتين ديالي في هذه المده محدده. وان شاء الله ملي نوصل لديك المده نبدا نزيد مادام نطور من راسي باش نكون متفوق في ديك اللغه. كتحاول تحط خطه بحال هكا واضحه وبسيطه، وفي نفس الوقت هذيك الخطه ملي كتقولها كتجزئها على حسب. غتقول مثلا 3 ايام الاولى غنديرها نبقى غير نسمع فيها، 3 ايام الثانيه مثلا نبدا نقرا فيها، 3 ايام الثالثه مثلا نهضر بها وانا غادي. يعني كتحط لك خطه بسيطه مجزئه
كتمشي عليها. انت ملي كتضرب ديك الخطه مثلا واحد اسبوع اولا 15 يوم اولا شهر، كتقيم ديك الخطه ديالك وكتشوفها واش غادا مزيان ولا لا. وهنا غنكونوا شدينا هدف كبير وصغرناه، ومع داك التصغير ديالو غيولي يجينا ساهل. بحال مثال اخر، انا مثلا باغي نبقى نصلي الفجر، غندير اسبوع، غندير تحدي ديال انني نصلي صلاه الفجر مده اسبوع. غنفيق نهار الاثنين، نهار الثلاث، نهار الاربعاء، نهار الخميس مثلا. غنقدر نغطي مثلا السبت اولا الحد. حنا كنعطيو مثلا غير مثال، مثلا ديباسيتي الاذان ديال الفجر مثلا فتي 3 ساعات فقتي نتايا، فهنا غتحاول تكوشي داك النهار انك تعطلتي، وغادي تقيم داك الاسبوع، غتقول الحمد لله نضت السيمانه كامله، ولكن نهار واحد اللي ما نضتش فيه. نحاول الاسبوع الجاي انا نوض في السيمانه كامله، نحاول زعما نهيئ راسي ونخلص النيه الله سبحانه وتعالى انني ان شاء الله هذا الاسبوع غادي نفيق السيمانه كامله. وانت غادي بحال هكا كيتجزئوا المهمات اللي كتكون كبيره بزاف، ملي كتجزأ كتولي تبان سهله وبسيطه وميسره. فخاص هذا الشيء ديروه في كل شيء في الخدمه، ياك عندكم مثلا مهمات كبيره قسموها على الاسبوع او على النهار او على الساعه. وحتى في العبادات مثلا انا نقول مثلا انا هذا الاسبوع غادي نصلي صلاه الفجر في الوقت ديالها، صافي غنشدها، تولي عندي كروتين. الاسبوع الجاي ندخل معها صلاه الضحى مثلا، الاسبوع اللي من موراه ندخل مثلا النوافل اللي كيتصلوا من قبل الصلاه او من بعد الصلاه. الاسبوع الاخر غنجي في الشهر نلقى راسي ما شاء الله دخلت واحد 4 العادات. هادو عادات اللي بسيطه وسهل ان الانسان يدخلهم. فلا كانت عاده كبيره هي نقدر مثلا نديرو من شهر، شهرين، 3 شهور، على حسب العاده كيفاش دايره، او على حسب الهدف كيفاش ما قداش والصغير ولا كبير. حيت ما يمكنش ولا يعقل انك تكتب اهدافك وتكتبهم بطريقه عشوائيه. بحال مثلا واحد الشخص خدام كيشد واحد الصالير، مثلا حنا كنقولوا مثال، كيشد 5000 درهم في الشهر وغيقول من عام غنشري دار. يعني هذا الهدف بحد ذاته ما يتقبلوش العقل، ان انت 5000 درهم باغي تشري دار اللي كدير مثلا حنا نقولوا غير 25 مليون مثلا الدول الاقتصاديين، وغادي نشريها انا في عام، راه مستحيل. يعني هذه انت اصلا ما متقبلهاش، ولكن باغي تحطها كهدف، وفي اخر السنه ملي غادي تشوف راسك ما جمعتي حتى واحد مثلا 4 المليون. لا دير انت هدف ودير خطه، وشوف داك 5000 درهم بعدا شحال ديال الفلوس كيخرجوا لك منها، وشحال ديال الفلوس كيشطوا لك، شنو ممكن تخبي، شنو ممكن تحط. وعلى الاقل لو وفرتي مثلا في داك العام واحد 4 المليون اولا 5، ولا خدمتي عليها مثلا وحاولتي دير مثلا واحد مدخول عاوتاني واحد اخر، المهم شوف انت كيفاش غتجزء ديك الساعه ديك الفلوس عندك. ووصل لاخر العام لقيتي ما شاء الله جمعتي واحد لاصوم، ولو تكون غير مليون، ولا تكون غير 2 3 4، فمن واحد 5 سنين 6 سنين ممكن تلقى واحد لاصوم اللي ممكن تعاونك. انا بنات كنقول لكم مثلا واحد الانسان اللي باغي يشري واحد الدار بواحد بالفلوس ماشي بالربا، ان بالربا ممكن تمشي دابا انت خاصك تكون غير موظف، ولو تكون كتشد غير 2500 درهم تمشي للبنكه يعطوك كريدي، ها انت دخلتي في واحد الحرب مع الله سبحانه وتعالى ولا حيله مع الله. ديك القضيه ديال الانسان يمشي يشري واحد الدار والمهم حق اهدافي ونشري طوموبيل، لا خدموا بشويه عليكم. المهم انا نكون كنرضي الله ومرتاح نفسيا وضميري هاني وما كيتسالي حتى شي واحد، نخدم بشويه عليا ونحقق اهدافي بشويه عليا، وقت ما جا الخير كينفع. المهم كندير انا واحد المحاوله وكندير واحد الخطوه. هادو هما الخطوات البسيطه اللي غتتبع باش انك تحقق واحد الهدف. هدف كبير الا قدرت انك حقه، ولكن الا جاك صعيب حاول تجزئوا الاهداف بسيطه وصغيره اللي كل مره دير منها شويه على حسب كيف ما قلت لكم داك الهدف واش كبير. ندير واحد الهدف ديني او لا كيف ما كان، نحاول نبسطو حتى ولو في العبادات، انني ندخل مثلا النوافل، ندخل الورد اليومي، ندخل الاذكار، ندخل كل مثلا الصدقه اللي خاص ضروري تكون مبدا في حياتكم، هذه ضروريه هي تكون عندكم في ضمن الروتين ديالكم او لا ضمن الاهداف ديالك. ان داك لاصوم اللي كتشد تحاول تخرج منها واحد لاصوم اللي قليله الناس اللي كتعرف او لونطوراج اللي فين انت، او المهم لله عز وجل تكون خالصه لله، لان الصدقه تطفئ غضب الرب وكذلك كتبارك لك في داكشي اللي كدير كامل. وبهذه الطريقه هذه غادي نكونوا ما شاء الله بدينا في تحقيق الاهداف ديالنا كيف ما كانوا الدينيه والدنيويه، ولكن قبل تكون كترضي الله سبحانه وتعالى. فاول حاجه كيف ما قلت لكم نبداو بها هي نحددوا شنو بغينا نغيروا، ياك. ثاني حاجه هي وجود حافز اللي غيخليك او الدافع اللي غيخليك تحقق داكشي. انا مثلا باغي نتغير نحيد مثلا ديك الحاجه باش نرضي الله سبحانه وتعالى، انا باغي نغير هاد الحاجه باش نتطور في المهنه ديالي، انا باغي نتعلم هاد اللغه باش نزيد افونسي في خدمتي وفي كذا وكذا كذا. ثالث حاجه اللي مهمه وما قلتهاش لكم هي حاول تغير البيئه اللي حواليك. اللي كنقولوا حاول تغير البيئه بحال مثلا لونطوراج اللي انت فيه، خوتك والديك، لا هادوك حاول تقبلهم، حاول مثلا توصل لهم الفكره اللي بغيتي انت دير، فانت هنا وضحتي لهم الفكره فكتحاول تخدم عليها بعيد على المشاكل. ولكن الناس اللي على برا بحال الصحاب، بحال الناس اللي في الخدمه، بحال العائله، بحال شي حاجه، انت الا كان داك الشخص مثلا عز عليك وكتحس بك يعني نفعك واحد شويه ولو بالقليل، غتمشي تقولي انا مثلا باغي نتغير، شنو بان ليك حسيتي بيه قالك مزيان هذه فكره زوينه انك تغير وباغي تزيد لقدام، خاص الا عرفت ان هادشي كامل ارضاء الله سبحانه وتعالى وعاونك، هذاك خاصك تشد فيه وتبقى معاه. ولكن الا حسيتي بداك الشخص فوا قلتي لي انا باغي نتغير، عاودتي لي قصه كيفاش انت باغي تغير، وقال لك لا انت اصلا واخا تعيا ما تغير غتبقى بحال هكاك، هذاك خاصك تعطيه اتساع.
كخوا غوج صافي ما عندك ما دير به، انا اصلا غيبقى غير يحبطك. خاص الا شافك كتزيد لقدام وعندك تحب راسك في هاد ليطاب راه غتوصل، لا راك ما غتوصلش. هذاك انسان محبط ولا يقولها لك غير بالضحك. اللي كتحس به غيزيد بك لقدام اهلا وسهلا، اللي كتحس به كيرجع بك باللور ولا غير 1% ما عندك ما دير به. انت خاصك اللي يزيد بك قدام، اللي يشد بيدك بالاخص في البدايات. اما ما شاء الله الا شديتي الطريق وعرفتي المسار ديالك فانت اللي غتولي كتحاول انك تغير بزاف ديال الناس. وهادشي اللي كاين. كنتمنى ان شاء الله الفيديو اقسم بالله يعني بدون مخطط انني زعما نديرو، فقط جلست بيني وبين راسي رتبت افكاري واحد شوي كي في ديك اللحظه، هاد اللحظه هادي وهضرت معكم. فكنتمنى يعجبكم الفيديو. ما كرهت انكم تزيدوا مازال تعطيوني بزاف ديال هكا اللي عندكم شي افكار ديال التغيير باش انا مازال نتعلم منكم. انا مازال كنتعلم ومازال كنحاول نغير من راسي، لاني انا فيه بزاف الحاجات اللي ممكن يكونوا سيئين ولكن الحمد لله كنحاولوا نبدلوهم شويه بشويه. كيف ما قلت لكم التغيير ما كيبداش دقه واحده ولكن كيبدا بشويه بشويه حتى كنوصلوا للمبتغى ديالنا. والله يجعل هادشي اللي كندير يا ربي يكون خالص لوجه الله يا ربي امين. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. تهلاو في راسكم. سلامه.